أهلا بيكم في حلقة جديدة من مراية الروح. النهاردة هنتكلم مع بعض كصحاب، كأخت أو صديقة قريبة، بنفضفض معاها. كلنا بنمر بأوقات تحس إن الكلام جوانا مكتوم في صدرنا، وإننا محتاجين نطلع اللي جوانا، لكن مش دايما بنلاقي مين يسمع. الحلقة دي هي مساحة صغيرة نفتح فيها القلب ونفضفض سوا. طب ليه الفضفضة مهمة؟ الفضفضة مش ضعف، بالعكس هي شجاعة. لما بتكتم الألم بيكبر جوه، عامل زي الكوباية اللي بتتملي مية لحد ما بيفيض بيها. الفضفضة بتخليك تاخد نفس بعمق كأنك بتتنفس بعد غرق طويل. أوقات الفضفضة مش هدفها إننا نلاقي حل، لكن مجرد إن حد يسمعنا ويحس بينا ونحس إننا مش لوحدنا. زي مرة كان حد بيحكي وبيقول: أنا عمري ما احتجت لحد يسمعني زي ما احتجت في يوم وقعت فيه، وكنت محتاج إن حد يسمعني، مش عشان يديني حل، لكن عشان يقولي أنا سامعك، أنا جنبك. طب يا ترى مع مين احنا ممكن نفضفض؟ مع أي حد كده ممكن نفضفض؟ لا طبعا، مش أي حد ينفع نفضفض له. في ناس هيسمعوا عشان يحكموا، وفي ناس هيسمعوا عشان يستخفوا بالكلام، لكن في ناس قليلين جدا وجودهم نعمة، بيسمعوك من غير مقاطعة ومن غير ما يحسسوك إنك عبء عليهم. وأحيانا الشخص المناسب مش لازم يكون قريب منك، ممكن يكون حد غريب أو حتى شخص تقابله مرة واحدة. طب لو جيت قلتلك دلوقتي، فكر كده، مين الشخص اللي تحس بالأمان لما بتحكيله؟ مين أول شخص جه في بالك؟ طب لو هو مش موجود، افتكر إنك تقدر تكتب أو تتكلم مع نفسك كأنها صاحبتك. طب إيه هي أشكال الفضفضة؟ هل الفضفضة ليها أشكال؟ طبعا ليها أشكال. زي إيه؟ الفضفضة بالكلام مع صديق قريب منك أو حتى مع معالج. وفي كمان الفضفضة بالكتابة، إننا نمسك ورقة وقلم ونكتب كل اللي جوانا من غير ترتيب. في كمان عندنا الفضفضة بالصمت، ساعات دمعة بتنزل أو تنهيدة طويلة بتكون أصدق من أي كلمة. وفي الفضفضة مع ربنا، ودي من أجمل وأصدق فضفضة، من غير حكم ولا خوف. كان في مرة واحدة بتحكي بتقول: لما كتبت أول مرة اللي مضايقني في ورقة، حسيت إن الورقة بقت صديقة وفهمتني من غير ما ترد. طب إيه هي مخاطر الفضفضة لو أنا فضفضت مع حد غلط؟ الفضفضة مش دايما راحة، لو اخترنا الشخص الغلط ممكن تجرحنا أكتر. في ناس بتاخد أسرارك وتستعملها ضدك، وفي ناس بتدي نصايح جارحة بدل ما تسمع. عشان كده مهم جدا نعرف نفرق بين مين يستاهل يسمعنا ومين لأ. خلي عندك دايرة صغيرة جدا من الناس اللي بتثق فيهم، ومع الباقي احتفظ لنفسك أو اكتب. لما بنفضفض مع نفسنا ساعات أفضل فضفضة هي اللي مع نفسك. جرب تقف كده قدام المراية وتحكي كأنك بتحكي لصديق، أو تفتح تسجيل صوتي وتحكي اللي جواك وبعدين تمسحه. الفضفضة دي بتخليك تفهم نفسك أكتر. وفي النهاية الفضفضة مش ضعف، هي طريق بنخفف بيها الحمل اللي جوانا. ومش شرط نلاقي حل، لكن هنلاقي إن قلوبنا بقت أخف وإننا قادرين نكمل. لو مش لاقي حد يسمعك، أعرف إن ربنا سمعك. ولو مش عارف تبوح، جرب تكتب. وحتى لو هتسمع الحلقة دي وتتكلم معايا دلوقتي في سرك، صدقني الفضفضة هتخف عنك. المرة الجاية لما تحس إنك مضغوط، اسأل نفسك: محتاج تفضفض لمين دلوقتي؟ وبكده نكون خلصنا حلقتنا. استنوني في الحلقة الجاية، وما تنسوش تقولوا لي رأيكم في الحلقة. ما تنسوش تشاركوها مع كل اللي تعرفوهم. أشوفكم على خير.